هو محمد محمود لاعب الاهلي السابق فين دلوقتي؟ محمد محمود يا صديقي اللاعب اللي بدأ حياته في وادي دجلة كان لسه صغنطوط عنده 18 سنة. بدأ واحدة واحدة يظهر مهاراته في الفريق لحد ما يعرفوا ان معاهم معلم في نص الملعب، والاهلي شافه وتعاقد معاه. كان ساعتها عنده 21 سنة. قالك هو ده المستقبل بتاع الاهلي، ونزل اول مباراة ليه مع الاهلي وعمل لمستين حلوين، ولكن في اول خبطة ليه اتفاجئ انه اتصاب بالرباط الصليبي. ولكن هو كان عنده صبر وعزيمة وقال الحمد لله على كل حال، وتخلص سنة العلاج ويرجع للتدريبات. ومع كام ماتش ودي اسمع خبر انه اتصاب برباط صليبي تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. ولكن كان عنده عزيمة برضه واتعالج، وفي اخر السنة التانية تعرف انه خلاص خف من الرباط الصليبي التاني، ولكن يتصاب تاني باصابة الوتر الاكيليس، وبعديها اصابة بالكورونا. ولكن كان حظه وحش جدا مع الاهلي، وقال لك اغير العتبة يمكن المشكلة في وجودي هنا. وفعلا طلع اعارة للاتحاد السكندري. ولكن بعد الاصابات الكتيرة دي كويس انه بيلعب اصلا، ما بيظهرش كويس معاهم لحد ما يرجعوه تاني الاهلي. وبعد كده الاهلي يفسخ عقده ويروح لفيوتشر. ولكن ما تقلقش عليه يا صديقي، هو دلوقتي بيلعب في الجونة وعنده 27 سنة. قول لي رأيك في اللي حصل للاعب في التعليقات، وكالعادة ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.